السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يقوم حظك يا رب العالمين. يقول شفت إني طلعت فوق سطح البيت والقى الأمير محمد بن سلمان، قال تبي شيء؟ قال أبي مليون. قال أبشر. قال تبي شيء ثاني؟ قال أبي بيت. قال أبشر. تبي شيء ثاني؟ قال أبي وظيفة. قال أبشر. قال تبي شيء ثاني؟ يقول ترددت في الرابعة أطلب ولا ما أطلب؟ قلت أبي سيارة. يقول ابتسم وقال لي أبشر. سبحان الله العظيم. قلت اسمع مني وخذ كلامي هذا على محمل الجد وركز بالكلام اللي نقول لك. الرؤية تحثك على الدعاء في الثلث الآخر من الليل، الصلاة الوتر. احرص عليه، ترى دعواتك مستجابة وبتشوفها إن شاء الله بإذن الله قدامك. احرص عليه. هذا التعبير سمعت مني، اسمع الشرح، تراه حلو 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 حلو، ينشط نفسك وخلي نفسك تجتهد. اسمع مني. أول الرؤية يقول شفت إني نفسي في بيتنا وطلعت فوق السطح. بيتنا قال سبحانه وتعالى والذين يبيتون بيتنا. لاحظ الكلمات، يبيتون بيتنا، يبيتون لربهم سجدا وقياما. حتى قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، يعني الليل، شبه الليل. هذا يسكن فيه يعني ينام فيه، وهذا يسكن فيه الاستقرار فيه. ثم يقول طلعت على السطح أعلى آخر البيت، وشو أعلاه، وآخر الوقت آخر البيت أعلاه السطح. فهذا وجه قياس. يقول لقيت الأمير محمد بن سلمان، الله ينزل في الثلث الآخر من الليل سبحانه وتعالى. هنا الأمير الوالي رمز إلى الولي الحميد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله سبحانه وتعالى يسأل في الثلث الآخر من الليل هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. فلذلك قال له وش تبي؟ هنا السؤال. ثم المطلوب منا نحن السؤال. والله سبحانه وتعالى هو القريب المجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أذكر كان شايب عندنا مؤذن مسجد كان يقول يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب. دائما اسمع يكررها بالسجود، يا قريب يا مجيب. اللهم إني أسألك يا قريب يا مجيب. فالله سبحانه وتعالى كريم، ما يرد دعوة أحد إذا دعاه. حتى أن قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد يد عبده صفرا إذا دعا. فالله بالدعاء، لا تنسوني من صالح الدعاء.